مستشفى نفساني، حسيت براسي تعالجت فيه روحانيا سبحان وجسديا. الله. كل واحد كيفاش واكتشفت فيه بعض الاخطاء ديالي اللي دوزتهم في الحياه ديالي، واكتشفت فيه السلبيات والايجابيات ديالي، كلشي اكتشفتو في مدينه اصيله. اوكي. يعني مدينه اصيله هي جنه على وجه الارض. يقدر اللي كيشوفها المشاهدين لمدينة أصيلة أنهم يختلفوا معك في الرأي. شنو هما الأشياء السلبية اللي واجهتك في هذه المدينة هذه من دون لغة الخشب؟ يعني أنت عارفني أنا راه واحد الإنسان نزيه في العمل ديالي. تفضل. علاش؟ انا ما عرفتش علاش، ولكن يعني أنت استقريتي هنا انا استقريت هنا لحد الان مازال عندي السؤال مطروح، الجواب مازال ما لقيتوش. بكل صراحة تعرضت للتنمر؟ نعم أم لا؟ دعيتيهم انهم يجيو يحضروا لك الفعاليه وما حضروا لكش؟ دعوات، كنصيفط اخبارات، كنصيفط رسائل انهم يجيو يحضروا لك، وكان على التواصل الاجتماعي بين كل شيء. واش لانهم كان عندهم ان انغاجمون انهم ما قدروش يحضروا في ذاك الوقت، او لا لان لا ما كيلبيوش الدعوه؟ اما لباوش الدعوه ديالك نهائيا للاسف. هو بصراحه تعاملت مع بعض منهم شفت فيهم التكبر، بقاو مضيعين المسكن، يعني بزاف ديال الحوايج. انا ما نقدرش نهضر في هذا الشيء. اضطرتي اشخاص قلتي ما نقدرش نهضر، ولكن انا غادي نهضر. واحد السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم اشرف اصيل من قناه اصيل تي في. والان كنستقبلوا معنا طبعا الاخ اللي غادي يعطينا بطاقه تعريف عن نفسه. تفضل. مرحبا، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك اشرف. مرحبا. كبير هذا في مدينه اصيله، مدينه العلم والعلوم والفن والفنون. مرحبا، بطاقه تعريف. معكم عبد الرحيم حيزون، خطاط وفنان تشكيلي ورئيس المهرجان الدولي للحرف العربي، ومدير شركه فنيه شركه حيزون ارت. طبعا من امتى وانت كتمتهن يعني هاد المهنه ديال الرسم؟ انا بديت كخطاط في العمر ديالي 10 سنوات. 10 سنين في العمر ديالك. تلمت على يد اكبر الخطاطين في المغرب اللي هو الاستاذ بلعيد حميدي. ومن بعد استمرت نقول في مدرسه الحياه، يعني لوحدي، من مدينه لمدينه، من علم لعلم، من فنان لفنان. انت بالضبط باش يعرف المشاهد الكريم يعني المشاهدين، يعني مش من المدينه، مدينه عين اللوح. عين اللوح، اقليم يفران، يعني في اقليم اوكي. عين اللوح، يعني قليل اللي غادي يعرف عين اللوح، لان انا بدي ما عرفتهاش، لان ما عمري ما هي ما جاياش على الطريق، جايه شويه مطرفه، يعني في الطريق الرئيسيه اللي كتمشي للطريق المليون. مرحبا. حنا في المغاربه باقي كنكتشفوا يعني هاد الاسماء هادو. كيفاش جاتك الفكره انك تجي لاصيله وتعمل الشذور ديالك هنايا وتعمل يعني تطور من نفسك؟ كيفاش جاتك الفكره يعني انت كواحد يعني ماشي من ولد هذه المدينه؟ تفضل. هي بصراحه انا كنت مقيم في مدينه وجده، وما كنتش عوال باش نجي لمدينه اصيله، رغم انني كنسمع عليها، ما عمري فكرت انني نجي لها. ولكن بالصدفه جيت عند الاخ ديالي كاين في العريش. عندك الاخ ديالك في العريش؟ اجي التوأم تاعي في العريش. توأم. يعني كيشبه لك، يعني الا شنا في الزنقه يمكن ما فرقش بيناتهم. لا ما تفرقش 100%. حنا لي فريجيمون. الله يخليه لك. الاخ ديالي عيط عليا على اساس باش غادي نجي نشوفو، وانا كنت في واحد الحياه فيها حياه مضغوطه شي شويه، يعني كنت بحال قلتي هارب من ضغوطات الحياه. هو عنده الحساسيه ديالها، كيحس بيه وقت ما كان شي ضغط. سبحان الله سبحان الله. كنسمعوها بزاف ان التوأم دائما كيكونوا كيحسوا يعني هو من طرف واحد، انا ما كانش تيجيني داك الاحساس. سبحان الله. هو واحد اللي كيدي هذه الميزه هذه. فاش عيط عليا باش نجي، لبيت الطلب ديالو وجيت لعندو العريش. اكتشفت بان راه كاينه واحد المدينه في اصيله هنايا قريبه للعريش. يعني انت ما كنتيش كتسمع بمدينه اصيله؟ لا يعني كانت اصيله كتجيني هي ازيلال اسم واحد. كنتي كتسمع اصيله وازيلال كيكون كسحب لك كيجيني اسم واحد. رغم ان انا كنت نجي للمغرب يعني بزاف، ولكن هذا بخصوص هنا في منطقه الشمال جيت لطنجه في حياتي مره واحده. وفاش جيت دخلت المدينه الاصيله بعد المسافات فاش دخلت الاصيله، دخلت للمدينه القديمه، وحسيت بشي روح شدتني. واش هو اللي جابك؟
الاخ ديالك اللي جا؟ لا لا الاخ ديالي جيت عنده العريش، ولكن الصديق ديالو قال لي انت السي عبد الرحيم جالس وعندك السياره ما كنديروا والو، يلاه نمشيو للاصيله نتقهوى في الجو. قلت له فين جات الاصيله؟ قال لي اصيله قريبه جايه في الطريق، ملي كتشوف هذه الطاجه غير ما كتردلاش البال، عندك نص ساعه ولا ربع ساعه حنا تما. مدينه ساحليه. قلت له يلاه نتكلوا على الله، زيد بسم الله. حنا جينا نشربوا قهوه، فاش كنا كنشربوا قهوه ومفاصلين واحد السور. قلت له شنو مور داك السور؟ قال لي مور السور كاينه مدينه قديمه كان باب الحمر تما. قلت له تسمح لي نمشي ولا تمشي معايا؟ قال لي لا غير سير خليني نجلس نشرب اتاي. قلت نشرب اتاي على خاطرك، نمشي نكتشف ونرجع. دخلت لمدينه اصيله، لقيت داك الجمال ديالها وديك النقاوه نتاعها وديك البساطه ديالها والالوان الزرقاء والبحر جنب عيني مفتوح بحال مدينه ديال الرسامه من الاخر. حسيت براسي اني سكنت. هذه هي المدينه اللي كنت كنقلب عليها. خديت القرار بانه انا ما غاديش نعاود نخرج من مدينه اصيله ونتفرج معاه من ديك اللحظه. فاش رجعت لعندو قلت له اسمح لي اخويا رضوان، انت بغيتي تمشي في حالك سير في حالك، كتبقى هنا بقى هنا. انا ما غاديش نخرج من هذه المدينه ونبقى فيها ونعيط لوليداتي ونستقر فيها ونموت فيها، ناكل فيها سبحان الله الخبز اولا الحياه. انا قبله انا هنا غادي نبقى هنا نعاود الحياه نتاعي من جديد. كانت من عام 2018. 2018 يعني من 2018 ل 2025. وهي سبحان الله كانت عندي واحد المحطة سميتها محطة الشفاء. هي مدينة أصيلة، هي نقاهة يعني كان واحد المكان ديال النقاهة، مستشفى نفساني. حسيت براسي تعالجت فيه روحانيا وجسديا. كل واحد واكتشفت فيه بعض الاخطاء ديالي اللي دوزتهم في الحياه ديالي، واكتشفت فيه السلبيات والايجابيات ديالي. كلشي اكتشفته في مدينه اصيله. خديت القرار انني نعاود الحياه من الصفر ونمشي في الصواب ونمشي في الخطر. والحمد لله من 2018 لدابا عرفت بان الله سبحانه وتعالى خلقني عندي رساله خصني نوصلها. كنت من قبل ما كنتش عارف بان عندي رساله، كنت عايش فقط بحال الناس، والناس راه كلهم تخلقوا من اجل باش يوصلوا رساله. حتى خرجتي وجولتي وشفتي عاد استقريتي في اصيله؟ لا خرجت انا جلت وتساريت ودارت ومشيت للسعوديه ورجعت يعني ابعد نقطه. ما لقيتيش شي ما احسن من اصيله؟ ولكن حتى شي مكان ما شدني وقال لي راه عندك واحد الرساله خاصك توصلها من غير اصيله. رساله غتوصلها من غير اصيله. غادي نخليو المشاهد انه يشوف شويه لي طابلو ديالك ونرجعوا ثاني. اوكي مرحبا. بعد ما شاهدتوا هاد لي طابلو اللي هما روعه يعني صراحه، يعني شي حاجه كتدخل هاد المكان هذا تشوف عالم اخر. كمل لينا على ليستوار ديالك. ليستوار ديالي باش نبدا الحياه من الصفر كنت تنظن نقطه صعيبه. يعني باش انك تقرر انك تعاود الحياه ديالك من الزيرو بحال الا كانوا عندك اطفال عندي اسره يعني في ذاك اللحظه؟ عندي زوجه وعندي جوج وليدات. في ذاك اللحظه اللي استقريتي في اصيله كانوا عندك الاسره ديالك؟ كنت مكون اسره ديالك؟ مكون اسره، عندي ثلاثه الوليدات. يعني باش تعاود الحياه من الصفر يعني صعيبه شي شويه، ولكن في اصيله ما صعيباش، سهله. صعيبه في مدن اخرين ولكن في اصيله ما صعيباش. علاش ما صعيباش في اصيله؟ حسيت بان كاينه فيها واحد الطاقه مخفيه بحال الا مشيتي لعند الحنين ديال الوالدين. سبحان الله. كتحس بداك الرضا اللي كيرضاو عليك الوالدين، كتحس به في مدينه اصيله. نهار كتبغي تعطيها من قلبك كتعطيك هي من قلبها، كتضم البراني بزاف. ولكن ولاد المدينه ولاد البلد يعني كنشوفوا بزاف اللي هما حتى ولاد المدينه غير هو اللي فتح قلبه لمدينه اصيله كتفتح له قلبها. ولكن اللي بقى سد القلب نتاعو كتسد عليه القلب نتاعو. اوكي. يعني مدينه اصيله هي جنه
على وجه الارض. يقدر يبدأ كيشوفها. المشاهدين لمدينة أصيلة أنهم يختلفوا معك في الرأي، ولكن ماشي مشكل. من بعد يعني ما استقريتي هنا وتعالجتي يعني نفسيا، شنو هما الأشياء الإيجابية وشنو هما الأشياء السلبية اللي واجهاتك في هذه المدينة هذه من دون لغة الخاشة؟ بلا أنت عارفني أنا راه واحد الإنسان نزيه في العمل ديالي. تفضل. هو بصراحة أنا كل شيء زوين عندي في أصيلة. الناس ديال أصيلة، الساكنة تاع مدينة أصيلة، فيهم الجود والكرم والقلب نتاعهم كبير، وحسيت بأنهم واحد جزء من العائلة نتاعي لقيته هنا في مدينة أصيلة، وهذا هو السبب الأساسي اللي خلاني باش نستقر. المعاملة ديالهم، الطيبوبة ديالهم، الإنسانية ديالهم، بغض النظر على الأرض، من الأرض والهواء والأكسجين ديالها، الماديات ديالها، يعني الساكنة نتاعها من أطيب خلق الله. فيهم واحد النسبة قليلة شي شوية، ولكن مقارنة مع المدن تاع المغرب كاملين أنا كنصنفها رقم واحد في الجود والكرم. من أسوأ الأشياء اللي صادفتها هنا هو أنه ما كنلقاش يد في يد، قلب مفتوح. يعني ما كتلقاش واحد تلاحم، ما كتلقاش واحد ما كاينش. القلب مفتوح ولكن يد في يد ما كايناش، حتى في بعضياتهم ما كايناش. علاش بالنظر؟ علاش انا ما عرفتش علاش، ولكن يعني انت استقريتي هنا انا استقريت هنا لحد الان مازال عندي السؤال مطروح، الجواب مازال ما لقيتوش. انا كندير بزاف ديال المبادرات كرد الجميل لمدينه أصيلة. واش لان انت كتمتهن مثلا مجال الفن، انت عارف بان مدينه أصيلة يعني معروفه بهذا الشيء ديال الرسومات وهذا الرسم وهذا الشيء هذا، ولقيتي راسك فيها لان كما كنقولوا هاد الافاق ديال الرسم مفتوحه، فهمتي؟ ولكن كاينين اشخاص اللي هما عندهم بزاف ديال الحوايج اخرين مختلفه على مجال الفن ما لاقيناش، يعني كيضطروا انهم يمشيو المدن اخرى بحال طنجه، يمشيو يعني مدن اخرى باش يخدموا ذاك المجال. لا ولكن الا جيت نهضر مع راسي بصراحه، كنلقى بانه هي ما فيهاش المجال الفني ناجح 100% من اجل القوت، من اجل العيش، من اجل هي إشعاع، هي فيها الإشعاع الفني على العالم كامل، أن المدينة فيها الفن، ولكن باش تعيش بالفن في وسط مدينة أصيلة صعيب. تقدر تمشي علاش؟ لأن فيفونت غير يعني في الصيفية ولا في الشتوى كتكون هي موسمية. هي موسمية ونخبوية، ماشي موسمية فقط. عندها واحد النخبة ديالها هذوك الناس، ولما كنتيش انت خدمتي واحد الجزء من الذكاء نتاعك كفنان ما تقدرش تعيش فيها. خصك تكون فنان ذكي وخصك تكون فنان تاجر. انا الحمد لله حسن الحظ ان الله سبحانه وتعالى دوزني في واحد الامتحان ديال التجربه في مدينه وجده، كنت منظم للتجاره. يعني انا كانت عندي شركه تنظيميه، كنا كننظم معارض تجاريه، جيتي بخبره ديالك. يعني كنت كنجح الفراش المغربي، كنحيدو من الارض وكندخلوا في المحلات، كنعاونوا ما شاء الله. كنتعاون معاه. ما حاولتيش دير هذاك الشيء في أصيلة هنا؟ لا، هربت من التجاره على اساس دوك الضغوطات ما نسيبوش نعاود نعيشها. التجاره شويه صعيبه، الناس التجار التجاره ديالها شويه صعيبه، الثقافه شويه الحمد لله فيها شويه. وخديت القرار انني نعيش ببساطه، حيت حتى الماديات كيلعبوا واحد الدور كبير عند الفنان الا عطيتيه الفلوس ما تيبقاش فنان، ولا نقصتي له خليتيه يجيب التعادل ديالو كيعيش الفن بالكرامه نتاعو. هذا الميدان معيشك مزيان؟ الحمد لله معيشك مزيان، مستقر يعني ماديا من هذا المجال هذا؟ الحمد لله. كناكل كنشرب كنعس، وليداتي ضاحكين ناشطين لاعبين الحمد لله. حاجه وحده انه ما كنطلبوش كثر من القياس، وكنحاولوا نعيشوا بالقناعه نتاعنا ونفيدوا. حيت حنا كنعرفوا بان المحل عندك في المدينه القديمه يعني هنايا ما شاء الله، ولكن راه عنده الايجار ديالو، عنده الظلمه ديالو، عنده يعني اشياء كثيره بلوس. يعني عندك الابناء ديالك راه تيقراو، راه تبارك الله كبارين، يعني خصهم مصاريف الدراسه وهذه الاشياء. زعما هاد لي طابلو هذا واش كتعتمد غير على مدينه أصيلة ولا كتديهم مدن اخرى تبيعهم؟ لا ما كنعتمدش على مدينه أصيلة. انا في العمل ديالي كنعتمد على عبد الرحيم أحيزون. السميه كنعتمد على المحل بصفه نهائيه. اوكي. كنعتمد على عبد الرحيم أحيزون. عبد الرحيم أحيزون المفروض عليه
يجيب الرزق ديالو من اي مكان كان بالفن ديالو، بالفن او لا ديالو، المعاملات ديالو. مم. يعني دابا الحمد لله مفتوح لنا الافاق عبر الانترنت، مفتوح لنا عبر التواصل الاجتماعي، مفتوح لنا تجبد لي كليون قدام وجداد يحضروا معاك في 24 ساعه، يعني مابقاش عندك مشكل. دابا درت لي كليون ديالك ما شاء الله. اوكي، يعني الحمد لله. ما شاء الله، الله يوفقك. هي اصيله عندها واحد الاوقات نتاعها انت تقدر تستافد منها. الا كنتي ذكي غتوصل تلحق لهم، ما كنتيش ذكي كتكون عييتي قبل وكتمشي مشيتي في حالك. داكور. حاولتي ولا قبل ما ندخلوا واقيلا السؤال الاخر اللي هو شويه غادي نسخنوا الطرح وراك مستعد؟ مستعد براحتك. اوكي، غادي نخليو المشاهد في هذه الصوره هذه ونرجعوا لكم بعد ما نسخنوا شويه الطرح. مرحبا. غادي نسخن معك شويه الطرح وغنسولك واش تعرضتي للتنمر في مدينه اصيله. وجاوبني بكل صراحه، تعرضتي للتنمر نعم ام لا؟ هو صعيب شويه باش نعطيك صراحه، في حيت كاين قال لك تنمر، كنهضر على التنمر. كاين شي حوايج عندي كيتسموا عندهم عفا الله وعما سلف. ولكن السؤال ديالي واضح، عفا الله عما سلف هذا كيبقى ديالك، ولكن واش تعرضتي ولا لا؟ تعرضتي للتنمر لابد. من قبل الساكنه ولا من قبل يعني المسؤولين؟ لا، مش من قبل الساكنه ولكن من قبل المسؤولين. اوكي. دابا غادي نسولك سؤال اخر. انت حاولتي تنظم شي حاجه هنايا في مدينه اصيله، او لا اقترحتي او لا شي حاجه اللي كانت ممكن انها تعود بالنفع على الساكنه؟ تفضل. هو فاش حسيت بانني انا بديت كنتعالج وكنرجع للطاقه ديالي اللي كانت عندي من قبل، انه كان عندي قوه باش نخدم، عرفت بانه كان عندي شي حوايج خصني نخرجهم، خصني نعطيهم. يعني هذاك الاندفاع ديالي، ديك الطاقه اللي كانت عندي لداخل، كندافع عني انني نرد الجميل لمدينه اصيله. باش نرد الجميل لمدينه اصيله فكرت انني ندير مؤسسه، انا وواحد الصديق فكرنا فيها بجوج. هو بعيد على الميدان ولكن كان مشجع، يعني كان كيشجعني اكثر. فكرت درت جمعيات دار الفن والابداع. جمعيه دار الفن والابداع اختاريت فيها انني نعاون التلاميذ الصغير والكبير، سواء في جميع الميادين، حتى في المجال الدراسي ديالهم، حتى في هذا. يعني النسبه الكبيره 90% كانت في المجال الفني، في الرسم، في الخط العربي، في الاعمال اليدويه. جبت اساتذه اللي هما عندهم مستوى اعلى مني في الدراسات ديال الفنون، خدموا معايا، اشتغلوا معايا، كافحنا كل شيء من مالي الخاص. يعني ما خسرت شي حاجه فلوس، ما شديت لا دعم من جمعيه ولا يعني كان كل شيء من مالك الخاص انت، يعني ما دعمك حتى شي واحد. ما حتى شي واحد. المال اللي كان كيجيني من الداخل ديال مدينه اصيله، ما تيجيش حتى من شي مدينه اخرى، من مدينه اصيله. اوكي. وفكرنا الحمد لله نجحنا في المدرسه وحققناها،
وفي وسط المدرسة درنا مسابقات اللي هما 3 ديال المسابقات. درنا جائزة أصيلة لفن الخط العربي، شاركوا فيها خطاطة في الوطن المغربي وخطاطة كبار، وكنحضر فيها مجموعة من الفنانين اللي مرموقين المعروفين عالميا. واخا كنت بصراحة يعني مضغوط شي شويه على حسب انني كنشتغل بوحدي. لان التنظيم هذا راه كنهضروا على تنظيم حفله ولا ماشي سهل. واخا تحديت الصعوبات. ودرت المسابقات ديال رسم عصفور لفائده الاطفال الصغار، ابراهيم. انا على ما اظن يعني ملي كتنظم حفله يعني خصك تحسب المبيت ديالهم، الاكل والمشرب ديالهم، واشياء اخرى يعني جولات ديالهم، يعني مصاريف كثيره. مصاريف هي الحمد لله ما كانش كثيره بزاف، ركزت على الجانب المعنوي اكثر من المادي. اوكي. وصلت للمرحله ديال انني ننظم مهرجان دولي. يعني دابا صافي نقصت مرحله اخرى. وكان السبب نتاعها هو المدرسه انه التلاميذ كانوا كيقراو عندي كل اسبوع تيتعلموا حرف من الحروف، يشتغلوا على حرف من الحروف. فكرت انه الناس اللي كيتفرجوا فينا عبر التواصل الاجتماعي يشاركوا معنا الحب نتاعنا والنشاط نتاعنا لذاك الحرف. وخديت القرار انني ننظم مهرجان دولي سميتو الحرف العربي، المهرجان الدولي للحرف العربي. شاركوا معنا فيه مجموعه من الناس، الكتاب، الشعراء، خطاطة، اي واحد تجاوز المرحله الاميه تعرف الف باء تاء خاء كيشارك كتكريما للحرف وحامل الحرف اللي هو الانسان. واختارنا القلم نكتبوا به مادام هو اول خلق من الخلق اللي خلق الله على وجه الكون، وعطيه القدسيه ديالو كبيره. والحرف هو وسيله تواصل ما بين الخالق والمخلوق. الاسم نتاع الانسان تيبدا بالحرف اللي كتكريما ليه ان الله سبحانه وتعالى مكرمنا اننا نشتغلوا على الحرف. ودازت الاسابيع كلها حلوه الحمد لله، ودازت بنشاط ودازت بمتعه حتى وصلنا لحرف الياء. دوزنا النسخه الاولى، النسخه الثانيه، النسخه الثالثه. النسخه الثالثه وصلنا للبدايه نتاع ديال حرف، على ما اظن حرف الميم. توقف النشاط بسبب زلزال الحوز. فاش كان الزلزال ديال الحوز درنا الحداد، وقفنا النشاط نتاعنا. من بعد حاولت يمكن نعاود نستنف النشاط من جديد. جا الحرب ديال فلسطين، وانا ما نقدرش نشتغل على اساس انه حنا تكريما للانسان، والانسان يعني كيتهان في الارض، يعني وقفنا النشاط. هذا سبب من الاسباب ديال التوقيف ديال النشاط ديال المهرجان ديال دول الحرف العربي، زائد التنمرات اللي كانوا لانك ما لقيتيش دعم، ما لقيتيش حضور سياسي ديال الناس ديال المدينه ديال الاصيله، باش نكونوا صريحين. يعني ما لقيتيش، مع العلم انك انت يمكن عملتي دعوات دعيتيهم انهم يجيو يحضروا لك الفعاليه وما حضرولكش. دعوات، كنصيفط اخبارات، كنصيفط رسائل انهم يجيو يحضروا لك، وكان على التواصل الاجتماعي بين كل شيء. واش لانهم كان عندهم ان انغاجمون انهم ما قدروش يحضروا في ذاك الوقت، او لا لان لا ما كيلبيوش الدعوه، ما لباوش الدعوه ديالك نهائيا للاسف. يعني كتشوف بانك نظمتي وعملتي واحد المجهود كبير، وصيفطتي ان الاشخاص المسؤولين انهم باش يجيو يحضروا لك الحفله ديالك، ولو انهم ما غيعطيو حتى ريال من جيبهم وما جاولكش. ما كيجيوش. واخا حنا دابا ما كانش كيهمني داك الامر. علاش؟ حيت كان القدر هذا الدور ديالهم، راه خصهم يكونوا الدور ديالهم، راه خصهم يكونوا. ولكن كان المهم المسيره الحمد لله كتستمر، سواء كانوا حاضرين ما حاضرينش، جاو ما جاوش. انا كان باغي غير يكون الناس كاملين، ولكن حبذا ولو كان زعما حيت تكون قوه دعم نفسي. حيت انا انسان ضعيف، انا بادي بواحد البدايه ضعيفه. خصك يكونوا انت كانسان اللي ماشي مواليد مدينه اصيله وجيتي يعني شخص من مدينه اخرى وقدمتي لهذه المدينه واحد الحاجه، على الاقل المسؤولين ديال هذه المدينه خصهم يجيو يعطيوك يكرموك، يعطيوك شهاده. يعني على الاقل انه واحد الانسان دار واحد الجهد، واحد مهرجان يعني بهذا الحجم هذا. يعني ما كنتمناش يعطيني شي واحد شي شهاده او لا يعترف لي بالعمل ديالي. اللي كنت كنتمناه هو يكون تيتبنى ديك الفكره ديالي ويجتهد اكثر، حيت عارف هما غينجحوا اكثر مني انا. يعني ماشي بالضروري نكون انا حاضر فيها، ولكن انا كنشوف ديك الرساله انا على عاتقي خصني نوصلها.
يستافدوا من الناس. والحمد لله تدارت بشراكه مع منظمه اليونسكو والمركز الثقافي الهندي مؤسسه الجماعه في مصر ورواد خططي كردستان. هذو درت معهم الشراكات في 3 النسخ. يعني ايدوني جمعيات اخرين عن بعد يعني وليتي كتعامل يعني دوليا 34,000 شخص متتبع ما شاء الله في ديك اللحظه. يعني عندي في هذه المسابقات باش يشاركوا الناس كيوصلوا ل 500 مشارك باش يشارك في المسابقه. كنت كندير مسابقه بسيطه، يعني كنقول لهم مثلا باش يشارك معايا العالم كامل المتفرجين، كنقول لهم اللي اقترح عليا شعار غادي نخدموا عليه حنا كخطاط وفنانات تشكيليين ويكون احسن شعار ويجيب اكبر عدد نتاع الاعجاب غادي نعطيوه 1000 درهم. كانوا كيشاركوا الناس مزيان. كان اللي كان عنده الغرض ب 1000 درهم وكان اللي عنده الغرض بيقترح الشعار. ولقيت بان جميع الفئات غادي تشارك معنا كاحتفال. وهذيك 1000 درهم كانت تخرج من عند مدينه اصيله، يعني ما واخداش دعم من شي مؤسسه يعني وهنا ملي كنلقى بانه الناس 1000 درهم تيقبلوها باش يشاركوا، لانهم كانوا كيحبوا ذاك الميدان. ولو انه ثمن رمزي يعني شيء لا يقارن يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تكون عندها وكنعرفوا بان هنايا ايضا في مدينه اصيله كاينه رسامه وكاين رسامه تشكيليين ومعروفين كاينين معروفين على الصعيد المغربي والعالمي. واش سبق لك تعاملتي معاهم انت؟ هو بصراحه تعاملت مع بعض منهم شفت فيهم التكبر. يعني بعض الفنانه شفت فيهم بانهم هما ما تيقدروش يتواضعوا ويتعاملوا مع الفنانه كاملين بصفه عامه. خصهم يغربوا. واش ما فهموكش او لا يمكن لان في العقليه ديال الشمال ماشي هي تقريبا نفس الطريقه ديال التفكير ديال الجهه اللي ساكن فيها انت؟ يمكن لا على داكشي ما كانش واحد التفاهم يمكن. لا ماشي عليا انا بالضبط بوحدي، ولكن هادشي لاحظته مع الناس حتى وحدين اخرين تيعانيوا من نفس المشكل. انه انت من واحد الفئه مثلا من واحد الفئه اللي لاباس عليها ياك ما غاديش تتعامل مع واحد الفئه اللي هي كادحه. يعني اللي لاباس عليهم خصو يبقى مع اللي لاباس عليهم، ما تضحكش حتى مع هذاك اللي هو مسكين. مع العلم انه هو يمكن انت تولي احسن منه يعني وربما كون يبحث يلقاك انت ديجا احسن منه. ربما يبحث من موراك يلقى بان انت سابقه في كل شيء، يعني انت اكثر منه في كل شيء ماديا ومعنويا شحال من حاجه حتى في تجربه الحياه. ولكن ما عرفتش انا علاش بالضبط هذه النقطه هذه انه ما كيقدروش يتواصلوا حتى مع. علاش انا النسخه الاولى اللي درت المهرجان اختارت لها الشعار، انا ما درتوش اعلان عن المسابقه، انا اختارت لها الشعار. الشعار ديال النسخه الاولى هو الفن والعلم ليس اداه للترفيه بل وسيله للنجاح. يعني الفن خصو يقدم مواليه، خصو يخرجوا من الازمه، خصو يعاونهم، خصو حيت هو الفن والعلم بحال الا قريتي الا كنتي كتقرا وقريتي مزيان وتفوقتي راه كتخرج من الازمه، ولا ما قريتيش مزيان كتبقى في الازمه. دابا الفن مدينه اصيله فيه الفن انه في مستوى عالي خصها تخرج من الازمه، ما يبقاوش هما اللي هاو الاهل نتاعها تيعانيو. لا بالعكس كتلقى سطحيا كتشوف بانه راه هي ناجحه، ولكن كتدخل الاعماق كتلقى الناس مقصحين لان عده مجالات كلشي فيها مؤثر، كلشي مقصح. يعني بزاف ديال الشباب اللي كتلقاهم ضايعين مسكان، يعني بزاف ديال الحوايج انا ما نقدرش نهضر في هذا الشيء. اثرتي اشخاص قلتي ما نقدرش نهضر ولكن انا غادي نهضر. اثرتي يعني اشخاص اللي هما كيتعاطوا المخدرات وخرجتيهم من هذا كاين بعضهم اللي هو عاود ما بقاش شاد عنده التدخين في يديه، شد القلم بدا يكتب الخط العربي، بدا يكتب بالدواء، يعني تعالج نفسيا. يعني كتشوف بان وكاين اللي درت لهم تكوين في التسويق الالكتروني، يعني كيفاش يتعامل مع البيع المباشر وخرجتيهم. لا مازال الحمد لله دابا تيعيشوا احسن مني في الدخل ما شاء الله. يعني اولاد مدينه اصيله وكانوا الناس الوليدات كيجيو حتى من طنجه من العرايش، كانوا مدمنين طنجه كيجيو. علاش؟ حيت الخط العربي. واش انت اللي كتقلب عليهم ولا هما اللي قلبوا عليك؟ لا هي بصراحه انا اللي كنجبدهم. يعني عندك خبره باش تخرج يعني الاشخاص اللي مدمنين على المخدرات عندك وسائل يعني باش تخرجهم منهم هاد الطاوله اللي كتشوف
هاد الطاوله في وسط المحل ديالي هي بحال السكانر. راه ماشي سهله انك باش تخرج اشخاص مدمنين على المخدرات تخرجهم ما تدخلهم يعني ساهلاش، في الحياة. ولكن شوف اللي تيكون عاد بادي هذاك ما كتلقالوش الحل، ولكن كتلقى عنده الداخل ديالو بانه راه هو مكتشف بانه راه غادي في الغلط وبغى يتخلص من هذاك المرض. فاش كيجي لعندك كتلقاه سهل يعني كيبقى. اذا هذه رساله يمكن رساله للاشخاص اللي مدمنين ولا هذا انهم يجيو لعندك ويحاولوا يعني تقدر تخرجهم. يخرجوا. شوف انا كنتعامل مع القصبه والمداد، ما عرفتش روحانيا كنحس بها بان هي عندها خدام تاع ملائكه، القلم عنده خادم ديال الملائكه. هذا احساس ديالي. الملائكه ما يمكنلكش تشد القلم وتشد الدوايه وتهز بالنيه نتاع انك كتكتب الحرف العربي اللي هو مكتوب به القران وكلام الله، انها تخدم به اليد نتاعك ويخليوك غير طاهر. الملائكه ما يمكنش يخليوك انت غير طاهر وانت خديت القرار انك تكتب بالقصبه بالمداد وبالاخلاص وبالوفاء. يعني علاش كاينه شروط كديرها، انك كتوضا كتصلي 2 ركعات كتهز القلم بالنيه نتاع انك تكتب بالخط العربي. يعني غير في هذه الحاله انه تيكون عندك الملائكه تيطوفوا بك. يعني في هذه الحاله غادي نشوفوا كيفاش تكتب بالقلم في هاد لي زيماجات ورجع لهم. يعني بعد ما شاهدتوا الطريقه اللي كيكتب بها، اسم القناه، شكرا بعدا. العفو سيدي اشرف، نتمنى كان ماء الذهب باش نكتبوا. شكرا بارك الله فيك. حدثنا شويه لان حتى المشاهد يبغى يعرف واش عندك شي مشروع مدينه اصيله في الايام القادمه هذه. تفضل. ان شاء الله. انا دابا في مرحله استعداد وتهيئ لواحد فكره كمشروع الى تمنيت انه الناس ديال اصيله يتبناوها ويقبلوها. وهو كمشروع كيهضر على اصيله. هي اصيله اختارت لها جسدت لها الفكره ديال مدينه اصيله، جسدتها فتاه عمرها 10 سنوات. مدينه كامله مدينه اصيله انا كفنان كنشوفها كفتاه عمرها 10 سنوات. هذه الفتاه الصغيره اللي هي العمر تاع 10 سنوات وغتخرج للارض الواقع وتطلع على الارض ديالها فوق السطح نتاعها اللي كيتمشاو الناس فوق. علاش اخترتي فتاه صغيره وماشي فتاه صغير؟ لا، فتاه صغيره هي الفتاه تكون مدلعه اكثر من الفتى. وهي كفتاه مدينه، يعني مدينه اسم الفتاه راه مؤنث اصيله. كفتاه انا كنشوفها 10 سنوات. حيت ديك 10 سنوات التجربه ديالي كأب انه في 10 سنوات لتحت كتكون البراءه وكتكون المتعه وكيكون الحب اكثر والعطاء اكثر. يعني في 10 سنوات فتاه مدينه اصيله ما كتزوجش وما تزوجاتش وما غاديش تزوج، رغم انه كلشي كيشوف تيتمناها تكبر توصل لواحد السن باش تزوج بها، هي ما تفتحش المجال لشي واحد باش غادي يتزوج بها.
أنا كنشوف مدينة أصيلة. مدينة أصيلة اختاريت لها المشروع اللي هو 10 لوحات. هاد 10 لوحات غادي يتعرضوا في مدينة أصيلة، في الشوارع نتاع مدينة أصيلة. الحجم نتاع كل لوحة غادي يفوت 2 متر على متر في العرض. يعني كبار. غادي تكون واقفة وغادي يكون حداها واحد الرولاب. ديك اللوحة غتكون فيها مرسومة ديك الفتاة كشخصية، نفس الشخصية اللي غادي تعاود تكرر في دوك 10 لوحات. اللي كيكون مختلف هو العنوان وزائد التعابير ديال الفتاة كيفاش كتعبر. هذوك التعابير اللي صاجت انه سميت العنوان بصفة عامة هو قلوب أصيلة. فتاة أصيلة العنوان تاعها هي قلوب أصيلة. هاد قلوب أصيلة هو دوك 10 لوحات كيهضروا على أبناء أصيلة، على ساكنة أصيلة، على الناس ديال أصيلة، على سواء كان سائح حط رجليه فوق مدينة أصيلة وحس بإحساس ديال الحب يعتبر ابنه. كان ساكن فيها وعنده إحساس وعنده غيرة عليها وحب كيتسمى ابن مدينة أصيلة. كان العكس نتاعها ساكن فوق منها وما خدمش القلب ديالو وما تيبغيهاش، هذا ماشي ولد مدينة أصيلة، رغم أنه يكون دوز 100 عام فيها وماشي ابنها. ابن مدينة أصيلة من يحبها. الناس اللي كيجيو لمدينة أصيلة كيسولوني تيقولوا لي سبحان الله، فاش كندخل معاهم في السؤال تيقول سبحان الله ما عرفناش علاش حبينا أصيلة. انا دائما كنصلح لهم العباره، تنقول له عاود العباره من جديد، راك ما ذكرتيهاش كما هي خصها تكون. تيقول شنو ذكرت؟ تقول له قلتي بانك حبيتي أصيلة، وراه انا كنصحح لك العباره، حباتك مدينه أصيلة ماشي انت حبيتي مدينه أصيلة. حيت الحب شكون هو الحب؟ هو العطاء. يعني انت مازال ما عطيتيش، ما عندكش الحق تقول حبيت. مازال ما عطيتيش لمدينة أصيلة، ما يمكنلكش تقول هي حباتك. انت تحط رجلك في مدينة أصيلة، انا ما عطيتيها والو. قول حباتك مدينة أصيلة كي حباتني انا وشداتني. مفهوم جميل. كنتمنى بان المشاهدين الكرام انهم هما يكونوا فهموا طريقة الشرح ديالك الفتاة الصغيرة، يعني كيفاش كتشوفها هاد المدينة هذه. نتمنى بانهم كانوا يعني كيفهموك مزيان. ان شاء الله. اللي ما فهمش كتب لنا في التعاليق، راه هو غادي يجاوبكم. ايضا كنت باغي تهضر على جنود الخفاء. جنود الخفاء هما جزء من ابناء مدينة أصيلة. يعني الحياة اللي عشتها في مدينة أصيلة اكتشف بأن واحد المجموعة تاع الناس اللي كيخدموا أصيلة عن حب. منهم اللي في السلطة الإدارية الدولة، منهم اللي في السكن المدني، يعني الناس اللي ساكنين في وسط مدينة أصيلة. أنا كنوجه لهم الشكر والتقدير. إذا وصلنا لنهاية البرنامج. تحياتي لكم. كان معكم أشرف أسيم من قناة أصيل تي في. كنضرب لكم موعد آخر مع شخصية أخرى. تحياتي لكم.